فلو انت طلقت علشان القضية اللي انا رفعتها بتاعة الطلاق، لو انت عرفت ان انا رفعت عليك قضية طلاق ليه وانت طلقت النهاردة عشان تلحق قبل ما تتعرض على القضية ديت او قبل ما تشوف ايه اللي هيحصل فيها، فانا خلاص ما بقاش في سر. خلال الكام يوم اللي فاتوا الأزمة والمشكلة الكبيرة اللي حصلت بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، وطردها من فيلة حسن شاكوش وظهورها في فيديو لايف من قدام الفيلا، وده بعد حصولها على قرار تمكين من مسكن الزوجية، وكلامها على ان حسن شاكوش واخد هدومها منها وانها عايزة هدومها ومش عايزة منه حاجة تانية. بعد كده طلع حسن شاكوش في لايف من داخل فيلته علشان يرد على الأخبار اللي بتقول إن ريم خدت الفيلا منه وإنه اتحبس، فقررت ريم هي كمان ترد عليه بلايف، حكت فيه تفاصيل كتير عن المشاكل اللي بينها وبين حسن شاكوش، وقالت إن حسن اتجوزها علشان يداري على فضيحة عملها. كل ده حصل وكانت ريم لسه على ذمة حسن شاكوش، وده لحد من ساعات قليلة أعلن حسن شاكوش طلاقه بشكل رسمي لزوجته ريم طارق. وفي أول رد منها على طلاقها بشكل رسمي من حسن شاكوش، نشرت ريم طارق فيديو جديد ليها على حسابها في التيك توك وهي بتغني أغنية الفلوس مش هتعليك واطي والنقص فيك.